في أحد أقبية الشرطة الفرنسية بالجزائر العاصمة، كان الصراخ لا يتوقف. ليست أصوات انفجارات ولا رصاص معارك، بل صرخات رجال وشبان ونساء تسحق إنسانيتهم تحت سياط الاستعمار. الجزائر، سنة 1957. في زنزانة ضيقة لا يتجاوز عرضها مترين، جلس عبد القادر، فلاح شاب، يداه مقيدتان خلف ظهره، وجهه ملطخ بالدماء، وعيناه شبه مغلقتين من كثرة التعذيب. ما كانت تهمته أنه أوقف عند حاجز وجد في جيبه منشور يقول: الحرية حقنا والوطن لنا. اقتيدوا إلى مركز الشرطة، وهناك بدأت رحلة العذاب. الكهرباء على أطراف الجسد، إغراق الرأس في الماء القذر حتى الاختناق، حرق الجلد بالسجائر، الصعق بالمولدات اليدوية، الحرمان من النوم لأيام، اعتداءات جنسية. كل هذا لاستخلاص اعتراف، أو فقط للتأديب. لم يكن عبد القادر وحده، أكثر من 300 صفر جزائري مروا بهذه الأقبية، منهم من خرج مشلولا، ومنهم من فقد النطق، ومنهم من خرج إلى المقبرة مباشرة. نساء حوامل، شيوخ، مراهقون. لم يسلم أحد من وحشية الاستعمار الذي رفع شعار التحقيق العاجل، بينما كان يمارس جرائم ضد الإنسانية تحت الأرض. فرنسا أنكرت، ثم اعترفت جزئيا بعد عقود، لكن الألم بقي حيا في الذاكرة. لم تكن ثورة الجزائر مجرد معارك في الجبال، بل كانت حربا نفسية جسدية دامية في الظلام، حرب شارك فيها كل من حلم بالحرية ودفع الثمن من روحه أو جسده أو ذاكرته.